حتى نحضر أطيب وصفة تركية بالبيض يلا تعالوا ويانا. أول شي نسويه نجيب البيض المسلوق ونقسمه أنصاف، نجيب الزيت نضيف عليه البصل ونحمسه كل زين. بعدها راح نبدي نضيف عليه الطماطة، نقطع الطماطة على شكل مكعبات ورا ما يحمس عندنا البصل كل زين. وهسه ضفنا الطماطة بهذا الشكل نحمسها حمسة زينة، وبعدها نضيف ملح الخضار وشوية من الفلفل الأسود، وبعدها نضيف المعجون الفلفل الحلو، وتقدرون تستبدلوه بالمعجون العادي. نحمسه كل زين وبعدها نضيف المي الحار عليها، ووراها نتركه شوية يشكشك بالمي مالته، ونبدي ننزل أنصاف البيض عليها بهذا الشكل، ونضيف الجبن الموزاريلا. وهذا اختياري إذا أنت تحبوه، بس حيعطينا نكهة كلش طيبة. نوزع الجبن الموزاريلا على كل الجوانب، وبعدها لما يستوي عندنا نتركه شوية يتشكشك عندنا ونحسه استوى عندنا المعدنوس المثموم ناعم، نزين بيه البيض مالتنا، وصار عندنا أطيب بيض بصلصة الطماطة. أتمنى يا رب عجبكم هذا الفيديو، أتمنى استفاديتوا منه. لا تنسوا مثل دائما أقولكم ديروا بالكم على نفسكم، أشوفكم باكر، مع السلامة.